بارك الله فيك. أيها السادة، مرحبا بكم. يمثل المشهد السوري الصورة الرئيسية وصدارة الأحداث سياسيا واقتصاديا وحتى عالميا. كيف هي سوريا اليوم وإلى أين تتجه في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة بها؟ الداخل السوري وتنفيذ مشاريع الإصلاحات، علاقة سوريا بالغرب وتعاطيها مع حملة الضغوط الدولية. هذه المحاور وغيرها سنستعرضها في هذا اللقاء مع السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية. مرحبا بك سيادة الرئيس. أهلا وسهلا بكم. نحييكم سيادة الرئيس. وهل نستطيع القول إننا دخلنا مرحلة الاطمئنان الأمني؟ الحقيقة تزايد الأعمال الأمنية أو المخلة بالأمن أو تراجعها لا يدل على تحسن الوضع أو على تفاقم الأزمة. لا نستطيع أن نأخذ الجانب الأمني بمعزل عن كل الجوانب الأخرى. المهم الجانب السياسي، طبعا الاقتصادي مهم والجانب الاجتماعي مهم، ولكن نسمي كل هذه الجوانب بجانب السياسي. المهم أن نعرف أين نحن، أن نعرف ما هي الأسباب السابقة للأحداث الحالية التي أدت لهذه الأحداث، وأن نعرف لاحقا كيف نتعامل معها. ما يطمئن اليوم ليس الوضع الأمني الذي يبدو بأنه أفضل، ولكن ما يطمئن أن المخطط كان مختلف تماما. كان المطلوب إسقاط سوريا خلال أسابيع قليلة، ومن حمى الوطن هو وعي الشعب السوري. هذا ما نطمئن إليه. فإذا تفاقم الأحداث لا يشكل مشكلة. الآن بالنسبة للوضع الأمني حاليا تحول باتجاه العمل المسلح أكثر، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة وتحديدا في الجمعة الماضية، من خلال الهجوم على نقاط الجيش، الشرطة، الأمن وغيرها، إلقاء القنابل، عمليات الاغتيال، نصب الكمائن لحافلات النقل العام المدنية أو العسكرية. قد يبدو هذا خطيرا بالنسبة للسؤال هل الوضع أفضل من الناحية الأمنية، لكن في الواقع نحن قادرين على أن نتعامل معه، وبدأنا بتحقيق إنجازات أمنية مؤخرا لا نعلن عنها الآن لضرورة نجاح هذه الإجراءات، ولكن أنا لست قلق من هذه الأحداث حاليا. استطيع أن أقول نعم الوضع من الناحية الأمنية أفضل. سيادة الرئيس، طالما تتحدث عن الوضع الأمني، فيما يتعلق بالتعاطي الأمني للقيادة السورية مع الأحداث، يعني ثمة من يقول أن التعامل أو التعاطي السوري اختار الحل أو الخيار الأمني بعيدا عن كل الخيارات والحلول الأخرى ومنها السياسي على سبيل المثال. كيف ترد؟ طرح هذا الموضوع عدة مرات وكان جوابي لا يوجد شيء اسمه الحل الأمني ولا الخيار الأمني، يوجد فقط حل سياسي. حتى الدول التي تذهب لتشن حروب بجيوشها تذهب من أجل هدف سياسي وليس من أجل هدف عسكري. هناك حفاظ على الأمن، لا يوجد خيار أمني وإنما يوجد حفاظ على الأمن لكي نكون دقيقين. فالحل في سوريا هو حل سياسي، ولكن عندما يكون هناك حالات أمنية لابد من مواجهتها بالمؤسسات المعنية بحفاظ الأمن، شرطة، أمن، مكافحة شغب، مكافحة إرهاب، أي تسمية حسب دول العالم، بالإضافة للأجهزة الأمنية المعنية. فإذا لكي نكون واضحين، في سوريا الحل هو حل سياسي، ولو لم نكن قد اخترنا الحل السياسي منذ الأيام الأولى للأحداث لما ذهبنا باتجاه الإصلاح. بعد أقل من أسبوع أعلنا حزمة الإصلاحات. فإذا الاختيار أو الخيار السوري أو بالنسبة للدولة السورية هو خيار الحل السياسي، ولكن الحل السياسي لا يمكن أن ينجح من دون الحفاظ على الأمن، وهذا واجب من واجبات الدولة. سيادة الرئيس، قبل أيام كان ثمة اجتماع لأعضاء اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي والكوادر الحزبية وممثلي النقابات والمنظمات المهنية. يعني ما الجديد الذي حمله هذا الاجتماع؟ ما هي أهم القضايا التي دارت فيه يعني والتي لم يتحدث عنها الإعلام؟ البعض يتوقع أحيانا من هذا النوع من الاجتماعات اتخاذ قرارات. طبعا هو ليس مؤتمر وإنما هو اجتماع لكوادر عليا ومتوسطة لنقل بالنسبة
حزب البعث العربي الاشتراكي. من الطبيعي أن تتم هذه اللقاءات من وقت لآخر بشكل دوري. طبعا هذا اللقاء لم يكن لقاء دوريا، وإنما كان مرتبط بالأحداث التي تمر بها سوريا. عقدنا اجتماعات على مستوى القيادة، ولكن لم نعقد مثل هذا الاجتماع منذ بداية الأحداث. طرحنا فيه وجهة النظر واستمعنا لوجهات النظر، شرحنا للكوادر ما الذي يحصل، كيف بدأت الأحداث، كيف تطورت، أين نحن الآن. هذا من جانب. من جانب آخر تناقشنا في موضوع الحزمة الإصلاحية التي طرحت، خاصة بعد قرب انتهاء القوانين التي تحدثت عنها في خطابي على مدرج جامعة دمشق. ولاحقا في الفترة المقبلة سيكون الانتقال لمناقشة موضوع الدستور، وهو شيء جوهري. فكان لابد من الاستماع لوجهات النظر الموجودة لدى الكوادر، والتي يفترض أنها تعبر عن وجهات نظر القواعد البعثية. هذا من جانب. من جانب آخر، حزب البعث هو الحزب الذي صاغ ماضي سوريا وحاضرها خلال 5 عقود، فدار نقاش حول ما هي الآليات التي يمكن أن نطور من خلالها العمل الحزبي لكي يبقى في موقعه خلال العقود القادمة. إذن سيادة الرئيس، اجتماع اللجنة المركزية تركز حول حزمة الإصلاحات والمراسيم التي صدرت في الآونة الأخيرة. من ضمن هذه الإصلاحات كانت هيئة الحوار الوطني. أين أصبح الحوار الوطني اليوم؟ لاحظت خلال الفترة الماضية بأن هناك أحيانا سوء فهم لما هو محتوى أو ما هي مهام هذا الحوار الوطني. في البداية أنا فكرت من خلال لقاءاتي مع المواطنين السوريين أن نبدأ بحوار على مستوى المحافظات، لكن تسارع الأحداث والتشكيك بمصداقية عملية الإصلاح دفعنا لكي نبدأ بحوار مركزي قبل أن نبدأ بحوار على مستوى المحافظات. استغلينا هذا الحوار قبل إصدار حزمة الإصلاحات أو حزمة القوانين التي تسبق الدستور من أجل جس نبض الشارع بشكل عام. طبعا يقال بأنهم لا يمثلون الشارع، طبعا لا أحد يمثل إلا إذا كان منتخب، هذا شيء بديهي، ولكن هم نماذج من مختلف الشرائح في المجتمع السوري. أردنا أن نستمع لما هو النبض. لدينا معرفة بهذا النبض، ولكن كنا بحاجة للتدقيق أكثر لكي نصل إلى حزمة القوانين ونحن مطمئنين. الآن القوانين صدر جزء منها والباقي على الطريق ضمن الجدول الزمني المحدد. نحن في مرحلة انتقالية، سنتابع القوانين، سيكون هناك انتخابات، سيكون هناك مراجعة للدستور. هي مرحلة انتقالية حتى بعد صدور كل هذه الحزمة سنبقى في مرحلة انتقالية، والمرحلة الانتقالية هي مرحلة حرجة وحساسة. أهم شيء في هذه المرحلة أن نستمر في الحوار. فالآن قررنا بعد أن صدرت هذه الحزمة أن نبدأ بالعمل من أجل الحوار في المحافظات، يتطرق لكل شيء، للقضايا السياسية، للقضايا الاجتماعية، للقضايا الخدمية أيضا. طبعا هذا من مهام الأحزاب، ولكن الأحزاب بحاجة لوقت لكي تؤسس، لكي تصبح موجودة على الشارع، لكي تنضج، بحاجة لفترة من الزمن. هذا الحوار خلال هذه المرحلة الانتقالية ضروري جدا. فإذا الآن نحن نحضر لكي يكون هناك حوار على مستوى المحافظة. تحدثتم سيادة الرئيس عن مراجعة للدستور. كان هناك مطالبات بتعديل المادة 8 من الدستور ومطالبات أخرى بتعديل أكثر من مادة فيه. فهم من خطابكم الأخير على مدرج جامعة دمشق أن الدستور برمته يمكن أن يكون قيد النقاش والتغيير. هل تغير ذلك بعد اجتماع اللجنة المركزية؟ هل سنكون أمام دستور جديد للبلاد؟ وما هي الخطوات الإجرائية لذلك؟ هذه أحد أهم النقاط التي نوقشت خلال اجتماع اللجنة المركزية والفروع في المحافظات. هناك من طرح تعديل المادة 8. المادة 8 هي جوهر النظام السياسي الموجود في الدستور، وهناك عدة مواد متعلقة بهذه المادة. فتبديل المادة 8 فقط هو كلام غير منطقي، وتبديل المواد الأخرى من دون المادة 8 أيضا كلام غير منطقي. وهذه المواد التي أتحدث عنها والمرتبطة بالمادة 8 بمجملها تجسد جوهر النظام السياسي في سوريا، وبالتالي التعامل مع أي بند يتطلب التعامل مع كل البنود الأخرى. فمن البديهي أن يكون هناك مراجعة لكل الدستور، سواء كان الهدف المادة 8 أو بقية البنود السياسية. لابد من مراجعة الدستور، على الأقل هذه الحزمة من البنود المرتبطة ببعضها البعض. سيادة الرئيس، يعني لو عدنا إلى موضوع الانتخابات أو قانون الانتخابات وقانون الأحزاب،
الآن أقر هذان القانونان، ما هي الإجراءات التطبيقية؟ هل من جدول زمني ولو تقريبي لتنفيذ هذه القوانين بشكل يعني على الأرض بشكل نهائي؟ ليس تقريبي، بدقة في هذا الأسبوع، يعني خلال الأيام القليلة القادمة حتى يوم الخميس يجب أن نصدر بالنسبة لقانون الأحزاب اللجنة المعنية بقبول الطلبات، لجنة الأحزاب المؤلفة من وزير الداخلية، قاض، وثلاثة شخصيات مستقلة. نحن تقريبا أنهينا هذه البحث عن الأسماء، وسيصدر القرار خلال الأيام القليلة القادمة. بالنسبة لقانون الانتخابات أيضا سيكون جاهز، لكن قانون الانتخابات كان مرتبطا من جانب بقانون الأحزاب، ومرتبط من جانب آخر بقانون الإدارة المحلية الذي سيكون أيضا جاهزا خلال أيضا الأيام القليلة القادمة لكي يصدر مع تعليماته التنفيذية، ولاحقا يمكن أن نحدد موعد الانتخابات. يعني هل نتوقع أن هذه القوانين يمكن أن تحمل شيئا جديدا للمواطن وللشارع السوري بشكل عام؟ من الناحية التقنية هناك الأشياء الجديدة الموجودة في القانون والتي تزيد من مصداقية وشفافية الانتخابات، هذا معروف من صدور القانون، ولكن تطبيق القانون يعتمد على الناخب. من تنتخب؟ هل سنبقى بالطريقة السابقة؟ هل نتحدث عن أحزاب ونظام سياسي جديد وأشياء كثيرة جديدة وطموحات كبيرة بالآليات السابقة؟ عندها لن يكون هناك شيء جديد. أنا بالنسبة لي باعتقادي أن أهم شيء يعني هو كيف ندفع شريحة الشباب في مؤسساتنا، المؤسسات في الدولة وخارج الدولة. الشباب حسب ما لاحظت في لقاءاتي المختلفة، وأنا حاورت كثير من الشباب خلال الأشهر الماضية، هناك شعور كبير لدى الشباب تحديدا بالتهميش، وهذا شيء خطير، هذا يخلق إحباط. إذا كان الشاب محبط، أين هي طاقة الدولة؟ يعني الشاب هو الطاقة، وعندما يحبط الشاب فيعني أن الطاقة في البلد في الوطن تخمد، وهذا شيء خطير. فأعتقد لابد من أن نفكر بطريقة مختلفة كمجتمع ككل، بأن هذا الشاب له دور، هو لن يحل محل بقية الأعمار. المجتمع يتكون من كل الشرائح ومن كل الفئات ومن كل الأعمار، ولكن أن لا يكون له دور أو أن ينظر له بأنه هامشي أو أنه قليل الخبرة أو قليل المعرفة، هذا شيء خطير جدا. أعتقد هذه أهم نقطة نستطيع أن نطور من خلالها المستقبل في سوريا بشكل